خورت مريم إتلنخا هلبت بآزخ عم أرخن تآها خلقتن أكيد ملوءة خلقتن أو تقيلة هلبت ميقرأ قصي وسام أو تقيلة مدرشانة المدرب تشينا وشلامة هلبت مرخلة من جبت مواثم خيدة يعني مرخلة تيولايا له بدارخلة شلامة. والآن مشاهدينا الكرام نذهب معكم مع الضيف الأستاذ المدرب الدولي قصي وسام، مدرب أمن وسلامة معتمد من قبل الأمم المتحدة. صباح الخير أستاذ وسام. أستاذ قصي عفوا. أهلا وسهلا بك أستاذ جاك، وأهلا بالآنسة مريم. أنا سعيد جدا بالتواجد اليوم في هذه اللقاء المفيد إن شاء الله، واللي حيكون بمواضيع توعية مهمة الذي أغلب المجتمع في الوقت الحاضر للأسف الشديد لا يهتم بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق. ونشوف خلال هذه السنوات الكثير من الحرائق والحوادث تصير بسبب نعم بكل تأكيد أستاذ قصي. نعم. احنا الأسعد بهذا اللقاء، وإن شاء الله نتكلم أكثر بخصوص هذه التفاصيل، لكن بداية نشاهد هذا التقرير سوية ونرجع. سوتار مدينايا جو عراق إلى خمنداني جيباني الساية تبالغ المخاموير وخواثة وملكانة من قنطة أخ يقذانة وطوبانة وقتشة وروضانة وشركة عقانة خرينة إن كياناية أو لا مدبرانوثة سوتار مدينايا كعوذة الواليثة بأرخة قنطرونة تإثلا جو كله هو بركية عراقاية كتكم قبل الشكاياثة وكيم شضر الخيلواثة لدكثة قتشة المباروقة دربنة ومتشميتة يقذانة ومشيونة بنياثة منخية وأب كيم درشة اليهلة ديلناية ومبريا الإسانة داراية وأب مريزة خوباطي دبرستة عيروثة بتأن انقايوثة دنبدوق بوغدانة شينوثة قوانيتا قوباتي ومدرشياثة ودوكانة قواناية من داني أرخاثة بش أن انقايد قارك بيشي تويعي قو عراق إلي متوتة توقانة زوهارة ديقذانة قوباتي ودكنانة ولاش وقت مبوعة ديقذانة بلاخة ولد أنا ألا ومتوتة مطميانة دنورة وقريتة سوتار مدينايا إيمند هاويخة مندي بخوتاما ماسخ أمرخ اتقرت سوتار مدينايا أن انقايا إلي قم بصرت خسرياثة ومخاميت تكنوشيا وقارك كل خابر أثرى عاود عدرانا عم آها شوت آسل مخاموية شينوثة بدناشي. عدنا وياكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين، نتكلم أكثر بموضوع أو محور حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو الدفاع المدني وطرق السلامة بصورة عامة والوقاية من الحرائق. نتكلم أكثر مع المدرب الدولي المعتمد من قبل الأمم المتحدة، مدرب الأمن والسلامة أستاذ قصي وسام. مرحبا مجددا. مرحبا أستاذ قصي، ما هي إجراءات السلامة الواجب اتباعها في حال حدوث أي حريق في الأسواق العامة، في الأماكن العامة، في القاعات كما حدث سابقا؟ نعم، بالنسبة لإجراءات السلامة بكل تأكيد في كل منشأة يتواجد بها يعني تواجد موظفين أو مراجعين مواطنين، يجب أن يكون هناك أول شيء أجهزة إنذار حريق، بالإضافة إلى أجهزة يعني إنذار حريق، بالإضافة إلى حساسات الدخان. نعم، حساس الدخان والحرارة وطفايات. هاي تكون يعني بشكل رئيسي في كل منشآت الأسواق، الدوائر الحكومية، المستشفيات، يجب أن تكون موجودة، بالإضافة إلى طفايات الحرائق. يعني طفايات الحرائق ما ممكن أن نعتمد عليها بشكل كلي، لازم تكون أكو أجهزة إنذار حريق ومثل ما ذكرت سابقا. نعم، بالنسبة للأشياء اللي لازم تكون متوفرة، أنه دائما أكو إشارات لمناطق خروج الطوارئ، أنه في حالة حصول أي نسمع صوت إنذار حريق أنه أكو كادر مدرب أنه هو يوجه الناس شلون يتوجهون إلى مخرج الطوارئ بأسرع وقت. طبعا في حال أنه حصل حريق أو بدأ أن هناك دخان في المنطقة، أنا من راح أطلع من مكتبي أو من غرفتي أو مثلا من أي مكان في دائرة حكومية، يجب أن أتبع عدة خطوات حتى تقيني من هذا الخطر، لأن أغلب حالات الوفيات تكون خلال الاختناق وليس من النار نفسها. فأنا من يصير حريق
الإجراء الأول أنه أغادر الغرفة، أتوجه إلى مخرج الطوارئ اللي هي النقطة اللي متفق عليها أن يجتمعون الموظفين أو المواطنين يخرجون خارج البناية. أثناء التوجه إلى هذه النقطة أنا من أجي أفتح الباب لازم أتشيك أنه ما وراء هذا الباب محتمل أن يكون هناك حريق، فمن يدة الباب أعرف إذا كانت اليد ساخنة معناتها أكو في الجهة الثانية محتمل أنه هناك حريق. أثناء خروجي وكان أكو دخان بالمنطقة، بداية كل حريق دائما الدخان يكون مرتفع. أستاذ قصي، احنا ذكرنا يعني أبلل قطعة قماش، إجراءات السلام الواجب اتباعها، وإجراءات التي يمكن أن يعني إذا صار حريق لربما احنا دائما نستخدم طفايات الحريق، ما هي الطرق التي نعم. يمكن استخدامها؟ يعني يمكن استخدام طفايات الحريق مثلا في المؤسسات، في الدوائر، في الأماكن العامة كما ذكرنا، ما هي الطريقة الصحيحة في استخدام هذه الوسائل؟ نعم، بالنسبة للطرق الصحيحة، أول شيء احنا حتى نتعامل مع الحريق لازم نفهم شنو هو الحريق. الحريق هو عبارة عن 3 مكونات اللي نعتبرها مثلث النار، اللي هي الأكسجين والوقود والحرارة. مثل ما نعرف اكو طفايات حريق، كل طفاية تشتغل ويا حريق معين. احنا عندنا عدة انواع من الحرائق. دائما الطفاية من المحتمل انه اذا كان اختياره غير صحيح، يعني انا اخترت طفاية ما مناسبة مع نوع الحريق، ممكن ان احول المنطقة الى حقل الغام وان ازيد من الحريق بشكل اكبر. فبالبداية لازم اول شيء يتدرب الكادر على انواع الحرائق وانواع الطفايات حتى يعرفون يستخدموها في حالات الطوارئ. بكل تأكيد أستاذ إذا تحب قصي. أشرح لك عن أنواع الحرائق بشكل مختصر. نعم بكل تأكيد. نعم. مثل ما ذكرت حضرتك، اليوم بدنا نشوف كلنا إقبال من قبل المجتمع على شراء الطفايات ووضعها في كل مكان، في المنزل أو في السيارة وشتى الأماكن. هل هذا الشيء كافي؟ كيف يمكن استخدامها في داخل المنزل، في داخل السيارة لا سمح الله؟ يعني بعض الإجراءات ممكن يكون الشخص أو الفرد موجود نقدر نقول بوحدة، شلون يقدر يتصرف بهيك مواقف؟ يتفادى الإرباك، يتفادى التوتر؟ نعم. تمام. هو بالنسبة لاستخدامه يعني من 4 خطوات، اللي هي الباس. أول شيء أنه أسحب الحلقة. دائما الطفاية نشوف فيها حلقة معدنية، راح أسحب الحلقة. زين، إذا ممكن الطفاية حتى نشرح عليها عملي. زين، راح أرجع لكل الطفاية، بس بدي أحكي الشيء الأهم أنه لازم أعرف شنو هاي الطفاية، طفاية الحريق، حتى أعرف وين استخدمها. احنا الحرائق عندنا حريق A B C D إضافة إلى الF. زين، وحريق A دائما نشوف على الطفاية اكو حرف أو حرفين A B C. زين، علامة كهرباء. الA يستخدم مع الحريق الأخشاب والأوراق والأقمشة، معناته هاي الطفاية اللي مكتوب عليها حرف A مناسبة للأوراق والأقمشة. زين، ومثلا الأثاث. حريق B اللي هو يستخدم مع السوائل القابلة للاشتعال. زين، مثل الوقود، الغاز، البنزين. هاي حريق بي. حريق سي اللي يستخدم مع حرائق الغاز، اذا كان اكو حريق من تسريب غاز وصار لهب، استخدم الطفايه المكتوب عليها حرف سي. والاخ هنا الاستاذ جاب لنا طفايه اذا تبين بالصوره. طبعا هنا يبين انه مدى عدم اهتمام بالسلامه. زين، من قبل حتى الشركات اللي موجوده في اغلب مراكز المبيع في التجهيز في نينوى. نشوف اللي هي الدليل على شنو هي هاي نوع الطفايه، كان حطوا عليها علامه او لصقه ما قد تبين شنو نوع هاي الطفايه. زين، طبعا هاي من الاخطاء. انا حتى اعرف احنا هنا مكتوب باودر. زين، حتى تكون انتم عندكم واضحه، هاي لازم تكون واضحه. انا من اجي اثناء حاله الطوارئ، زين، اذا كنت ما متدرب راح لازم اشوف شنو نوعيه الحريق اللي تشتغل معاه هذه الطفايه. بس اذا كنت مدرب، مجرد ان اشوف اللون الازرق اعرف انه هذه يعني باودر، دراي باودر. من اشوف مثلا الشريط باللون الاسود اعرف انه هاي CO2. من اشوفه باللون الكريمي اعرف انه هذه فوم.
بهالطريقه من خلال الالوان. فمن الغلط انه الزق لصقه حتى ما تبين. طبعا طريقه استخدام الطفايه زين، اول شيء انه اسحب الحلقه. هذا الباودر الدراي باودر يشتغل مع الاي بي سي اللي هي حريق الاخشاب والاثاث زين، وحريق الوقود وحريق الغازات، بالاضافه انه بعض الانواع تستخدم حتى مع حرائق الكهرباء. اسحب الحلقه طبعا اول شيء. بعد سحب الحلقه اوجه، ممكن اقف، اوجه الطفايه على قاعده النار. تكون المسافه من 4 إلى 5 أمتار زين اذا كان بداخل المنطقه مغلقه. اذا كان منطقه مفتوحه لازم يكون اتجاهي مع اتجاه الريح حتى الباودر ما يرجع علي او الدخان ما يجي علي زين. اسوي سكويز، اضغط هاي المنطقه، اضغطها بقوه زين، واحرك سايد تو سايد على الجوانب قاعده النار الى ان تخلص الطفايه. هاي الطفايه زين ممكن ان تطول 40 ثانيه. هاي ال 40 ثانيه اذا كنت انا اجهل شنو نوعيه الحريق، من ممكن ان اعرض حياتي للخطر. لان انا اذا كنت مثلا بدائره حكوميه يحترق مخزن او كنت بمستشفى استاذ قصي، ولو مداخله، مخاطر. هنالك خطوره في استخدام طفايه مثلا لغير مكانها الصحيح، يعني او لغير، يعني النار اذا كان مثلا عن طريق غاز لا يمكن استخدام طفايه مثلا التي تستخدم لحرائق اخرى حسب ما فهمنا من كلامك. بالضبط استاذ. بالنسبه لي مثلا هاي نوعيه من الطفايات اذا كانت اكو اخشاب بدها تحترق، مخزن بيه اثاث او بيه اخشاب وقد تحترق. احنا قلنا مثلث النار اللي هو الحراره والوقود اللي هو الاخشاب زين، بالاضافه الاكسجين. هذه تشتغل مثلا باول 10 ثواني او 15 ثانيه من بدايه الحريق، ممكن اكافح الحريق بهاي الطفايه. اما من يصل لمرحله الحراره، من اجي استخدم هذا الباودر الدراي باودر راح يخنق النار، يطفي النار لعده ثواني. مجرد ان تنتهي هاي الطفايه الحراره ظلت موجوده، الجمر يعني اقصده، راح مجرد انه خلصت الطفايه راح ترجع النار من جديد وكانما انا ما استخدمت الطفايه وعرضت حياتي للخطر. نعم. فبهاك الحالات من يكون حريق من فئه اي استخدم الطفايه اللي هي الفوم الكيميكال، تكون سائله وتبرد بها مكونات من الماء، او طفايه الووتر العاديه الماء اللي مشار لها باللون الاحمر زين. هاي راح تبرد الخشب زين، تقلل طفي النار وتبرد الوقود بحيث ما ترجع النار من جديد. نعم. ثاني شيء اذا كانت المنطقه قد تحترق بها مواد ممكن تكون بها ابخره سامه، انا من الخطر انه اطفي هاي النار لان ممكن ان اختنق وعرض حياتي للخطر. فدائما اللي يطفي النار لازم يكون مدرب، لازم يعرف البيئه شنو سبب النار، شنو سبب الحريق، ولازم اكو شخص يعني متابعه حتى يخلي المكان باسرع وقت. وطبعا النار هاي الطفايه اللي تشوفوها بهذا الحجم، يعني النار اذا كانت بقد سله المهملات الصغيره اللي بالمكتب، اذا اكثر هاي ما تطفيها. يعني لا تعتمدون عليها انه هذه ممكن ان تطفي غرفه او تطفي بنايه، هذه ممكن ان تطفي نقول نصف متر مربع زين. حريق لمده 15 20 ثانيه، من يعبر 30 ثانيه 40 ثانيه هاي الطفايه راح تكون غير ذات جدوى، فاخلي المكان واطلع من طريق الخروج بدون ما استخدم المصاعد طبعا وهاي الامور. نعم استاذ قصي، حدثنا عن الاماكن. انا لازم استخدم الدرج. نعم، حدثنا عن الأماكن اللي تكون مكتظة مثلا. نعم. نقول بالعوائل. هذه الأماكن احنا مثل ما نعرف بالطائرة نستخدم قناع الأكسجين نفس الشخص أولا لذاتك ثم تنقذ عائلتك أو تساعدهم. بالحرائق شلون يتم التعامل بالعوائل الكبيرة أو الأشخاص المتجمعين، مثلا إذا أكو أطفال إذا أكو شباب، شلون ننقذهم وننقذ نفسنا بهذه الإجراءات؟ نعم، بالنسبة للمناطق المكتظة يعني بها عدد كبير من المراجعين إن كان دائرة حكومية، يجب في كل طابق أن يكون مخرجين على الأقل زين، خارج يعني خروج الطوارئ سلالم الحريق وليس مخرج واحد. ثاني شيء أنه لازم أكو علامات زين، في حالة تعرفون أن أول ما يصير حريق راح يطفي الكهرباء، راح يكون هناك هلع
زين، فلازم اكو علامات داله تكون مضيئه دائم حتى في حاله انقطاع الكهرباء، توجه الناس، واكو فريق مدرب انه يوجه الناس بكل هدوء بدون ما يركضون، ينخفضون ويمشون اذا كان اكو دخان الى طريق الخروج. زين، دائما الهلع والركض بهاي الحالات راح تزيد من الفوضى، راح تعمل فوضى وتؤدي الى حوادث تؤدي الى اكتظاظ الناس بمكان وحده وما يطلعون منها، وراح يصير اختناق وكوارث. نعم. مثل ما كنا نشوف. نعم استاذ قصي، كيف بكل دائره، بكل مطعم، بكل مول لازم يكون فريق مدرب. نعم. كيف يتم تدريب كوادر الدفاع المدني في هذه المجالات؟ يعني اذا كانت ليس فقط الحرائق، اذا كانت الحرائق، اذا كانت يعني مثلا لا سمح الله زلازل او بنايه معينه آيله للسقوط والى اخره من هذه التفاصيل. نعم، بالنسبة للدفاع المدني هم الجهة الرئيسية اللي تتعامل مع هذا الأمر. أنا ما مكلف أو أي شخص مواطن ما مكلف أن يستخدم طفاية الحريق. أنا أهم شيء أنه أنجو بحياتي، أن أساعد اللي بحاجة لمساعدة، ممكن طفل، ممكن امرأة مسنة، فأطلعها إلى المنطقة الآمنة اللي هي تكون خارج البناية، يعني بعيدة عن البناية، يعني تكون أقل شيء 20 متر عن البناية، حتى من تجي فرق الإطفاء تجي بحرية وتتدخل لإطفاء البناية. الدفاع المدني هو الخطوة الأولى أنا اللي أسويها بعد أن أكتشف أكو حريق، أنه من أفعل جرس الإنذار حتى أخلي المبنى، أنه أتصل ب 911 أبلغهم بحالة الحريق والموقع حتى يتوجهون، وأنا أقوم بالإجراءات الثانية. إذا قدرت أعالج الحريق بالطفاية بأوله أعالجه، إذا ما قدرت مباشرة أعطي أمر لبقية الفريق المدرب على إخلاء المواطنين بشكل سلس وبدون هلع وبدون أي تزاحمات. نعم أستاذ قصي، طبعا هو التدريب. نعم. بيكون اكو فريق يوجه بشكل بالوقت المناسب. نعم. أكيد. طبعا دائما الابواب تكون مفتوحه، مخارج الطوارئ دائما تكون مفتوحه وما تغلق. نعم. حدثنا عن ونقطة مهمة جدا حتى أقلل من انتشار الحريق. أستاذ قصي، حدثنا عن عمليات الإخلاء. نعم. والإنقاذ، ما الفرق بينهما من جهة الدفاع المدني، وكيف يتم تنفيذ هذه العمليات؟ نعم. بالنسبة للإخلاء، في بداية الحريق يتم عن طريق الفريق المدرب في الدوائر المعنية، إن كانت مستشفيات، فريق الخاص بالأمن وسلامة المبنى، يقوم بإخلاء سريع بناء على خطة مدروسة ومدرب عليها بشكل دوري. نقول كل شهرين أو 3 أشهر يتدرب الفريق على إخلاء المبنى. بالنسبة للإنقاذ، زين، وحتى كان الإخلاء من قبل الدفاع المدني، أنه شخص شقته أو عمارته قد تحترق وماكو أحد يساعده، يجب اتباع إجراءات للبقاء على قيد الحياة لحين وصول فريق الدفاع المدني. يعني أنا كنت مثلا بشقة أو كنت ببناية وكان أكو حريق، فردت أطلع، أنه كان الدرج يطلع من الممرات يطلع نار وانحصرت بالبناية. التصرف السليم اللي أسويه أنه أغلق النوافذ، أسد الأبواب إذا كان يدخل منها دخان بقطعة قماش مبللة، زين، وأحاول أن أفتح النافذة وأصرخ أو أخلي علامة واتصل، حتى لو قد اشوف الدفاع المدني باسفل البنايه اتصل بالدفاع المدني وبلغهم انه انا في الطابق الفلاني في المكان الفلاني، حتى الدفاع المدني يصلني باسرع وقت. دائما من اغادر من غرفه الى غرفه احاول اغلق الابواب، ما مثل ما هو شائع ان يكون اكو نار او دخان ان افتح الشبابيك والابواب. اغلاق الابواب راح يقلل من الاكسجين اللي ذكرناه مثلث النار، فراح يبطئ من عمليه الاحتراق، وممكن ان انقذ حياتي بهذا التصرف، أن أغلق الأبواب وانتظر الدفاع المدني لحين وصوله. نعم أستاذ قصي، الدفاع المدني طبعا عنده إجراءات، عنده كشافات. أستاذ قصي إذا تسمعني، هذه المعلومات مهمة جدا حقيقة يعني للمواطنين. هل هنالك حملات توعية بهذا الخصوص، يعني في يعني هذه المعلومات اللي ذكرتها حضرتك قبل قليل لأنواع الطفايات وكيف يمكن أن يعني كيف تتم عملية إخلاء المباني وإلى آخره، هذه المعلومات وهذه يعني مهمة جدا حقيقة. هل يمكن أن يعني هل هنالك طرق توعوية مثلا للمواطنين في هذا الخصوص من قبل الدفاع المدني أكيد يعني؟ نعم طبعا هو الدفاع المدني يقوم دائما بشكل دوري
بإجراء توعية في المدارس. وأنا بصراحة من متابعين نشاطاتهم الفذة وبطولاتهم. بس احنا بالوقت الحاضر نحتاج إلى تجديد أكثر من ناحية السلامة بهذا الأمر. احنا مو بس ندرب الناس شلون الوقاية خير من العلاج. أنا ما أنتظر أنه يصير حريق حتى أعلم الشخص شلون ينجو بحياته. أنا المفروض ما أخلي الحريق يصير من خلال أنه منع التدخين بالدوائر، زين، خزن المواد قبل الاشتعال في أماكن بعيدة عن المواطنين، زين، إجراء الكشف الدوري، زين، وضمان جودة الأجهزة الإطفاء الموجودة في دوائر الدولة وتوفيرها في حالة عدم توفرها، اللي هي مرشات الماء الموجودة في أغلب دول العالم وتكون بشكل رئيسي أنه إجباري موجودة في المنشآت. من ناحية التدريب الحمد لله بدينا أنه نعطي بشكل تطوعي تدريب لدوائر الدولة في نينوى مساندة لفرق الدفاع المدني. نعم أستاذ قصي، رسالة من حضرتك أو نصيحة لكل المتابعين بخصوص اتباع إجراءات السلامة وحماية أنفسهم من المخاطر. نعم، نصيحتي للمواطنين أنه دائما يتوخون حذر في مثلا الكابلات الكهربائية، الموصلات الكهربائية في المنزل، أنه دائما أتابعها إذا كان بالدائرة، بالشغل، بالبيت، أنه دائما تكون نوعيتها جيدة، لأن ممكن هذه احنا أغلب الحرائق تصير بسبب الأسلاك الكهربائية مثلا، أنه تكون نوعيتها غير جيدة تؤدي إلى ارتفاع حرارتها واحتراق. ممكن احتراق بسيط، أنه هذا السلك راح يحرق الكاربت، يحرق الستائر، يؤدي إلى حريق كبير في دقائق. زين، بالإضافة أنه نصيحتي للمواطنين أنه التدريب على السلامة من خلال أنه متابعة البرامج البسيطة. يعني أنا مثلا إذا تعرضت للحريق واحترقت ملابسي، مجرد أن أمسح إيدي على الحريق راح تطفي، أو مجرد أن أدحرج بالأرض تطفي. أما أشوف مرات حالات حريق بسيطة أنه يركض أو ما يعرف يسعف نفسه أو يساعد نفسه حتى يطفي النار، أنه يزيد النار بجسمه ويؤدي إلى حرائق بليغة. نعم. نعم، شكرا جزيلا أستاذ قصي. وأتمنى أنه يتابعون هذه الحلقة. نعم، عفوا، ويركزون على أنواع الطفايات، لأن الطفاية ممكن أن تفرق أن تطفي النار أو تزيد من النار إذا أكيد. كان اختيارك شكرا خاطئ. جزيلا لهذا اللقاء ولهذه المعلومات القيمة أكيد للحفاظ على سلامتنا جميعا. إن شاء الله يكون لنا لقاءات ثانية وتشرفنا بمعرفتك بهذا اللقاء. نعم، شكرا جزيلا أستاذ قصي. أهلا وسهلا بكم، تشرفت. شكرا.